السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلبة أولى ثانوي في كل مكان، معاكم مستر محمد فتحي. وتعالوا بقى نبدأ حلقة جديدة هنراجع تاريخ على شهر فبراير. ويلا بينا بقى نبدأ ونقول بسم الله. نقول بقى بسم الله ونبدأ الحلقة بتاعتنا اللي هنحل فيها نماذج من كتاب الأضواء وكمان نماذج من كتاب الامتحان. والامتحان بتاع شهر فبراير على فكرة هو على درسين بس، حضارات بلاد العراق القديم وحضارة فينيقيا فقط. ففي النماذج كده لقيت فيه شوية أسئلة عن الدرس الأول من الوحدة الرابعة، فما تقلقش خالص هنحلها. وكده كده أنا منزل حلقات شرح ليها فما تقلقش، يعني الموضوع سهل خالص. يلا بينا نقول بسم الله ونبدأ بالنموذج الأول. نبدأ بقى بالأسئلة الاختياري. رقم 1: تتشابه حضارة مصر والعراق في وجود الأودية والأنهار، ولكن تختلف في العراق في أن أنهارها تنحدر منين؟ بص بقى، الأنهار بتاعت بلاد العراق بتنحدر منين؟ من الشمال إلى الجنوب، جاية كده. فتدور عليها بقى، شرق إلى الغرب غلط، الشمال إلى الجنوب أيوة هي دي الإجابة الصح، الباقي كله غلط. رقم 2: من خلال دراستك لقوانين حمورابي نجد أنها حائط صد للآخرين ومنطقة أمان للبعض الآخر في ضوء المفاهيم المقابلة. حدد هذه القوانين تكون إيه؟ طب واحدة واحدة كده ونركز. بيقول لنا القوانين بتاعت الملك حمورابي حائط صد الآخرين، بتمنع الناس اللي عايزين يعملوا جرائم، وكمان منطقة أمان للبعض الآخر، الناس اللي هي الضعيفة. فنروح للبوكس ده كده ونشوف إيه اللي مكتوب. بيقول لنا المفهوم الأول: الجاني من ارتكب ذنبا او جرما، الناس اللي بتعمل جرائم اسمها ايه؟ جاني. المفهوم الثاني المجني عليه، من منطلق الضرر الذي اصابه من جراء الجريمة، وبالتالي فهو ذلك الشخص الذي اصابه ضرر من الجريمة. ايه بقى الكلام المكعبل ده كله؟ بص، اللي بيعمل الجريمة اسمه الجاني وده المفهوم الاول، واللي بيتعمل في حقه الجريمة اسمه المجني عليه وده المفهوم الثاني. نروح بقى للاختيارات ونشوف ايه الكلام. قوانين حمورابي مالها بقى؟ ضد المفهوم الثاني اللي هو بتاع المجني عليه؟ لا، ده هو واقف مع المجني عليه فتبقى غلط. طب نشوف ب: ضد المفهوم الاول الناس اللي بتعمل الجرائم، وفي صالح الثاني الناس اللي هي بيتعمل في حقها الجرائم، الناس الضعيفة. ايوه هي دي الاجابة الصح، وده الهدف من قوانين الملك حمورابي. نطلع بقى فوق شوية، طبعا جيم غلط ودال غلط. نشوف بقى رقم 3: زادت وظائف الذاكورات في بلاد العراق القديم نتيجة ايه؟ خليك فاكر الذاكورات اللي هي المعابد. زادت الوظيفة بتاعتها نتيجة ايه؟ تعدد الآلهة العراقية؟ لا غلط. ب: اختراع الكتابة المسمارية؟ ايوه، لان كده بقى ليها وظيفة تانية وهي تعليم الافراد بعد ما اخترعوا الكتابة. انما زيادة نفوذ الكهنة؟ لا غلط. تأثرهم بالديانة المصرية القديمة؟ غلط. رقم 4: كان الهدف الرئيسي للفينيقيين من إنشاء مستوطنات على البحر المتوسط إقامة إيه؟ الفينيقيين كانوا بيعملوا مستوطنات في حوض البحر المتوسط عشان تكون إيه؟ مدارس تعليمية؟ غلط. مراكز دينية؟ غلط. مدن استعمارية؟ غلط. إنما تكون إيه؟ محطات تجارية يقعدوا يريحوا فيها ويحطوا البضائع بتاعتهم وتتم بقى عملية التجارة. نطلع فوق شوية. رقم 5: بعد دراستك الحياة الاجتماعية في بلاد العراق القديم نستنتج توقف تزايد بعض عناصر الطبقة الدنيا في عهد الدولة ايه؟ بص بقى، اول ما يقول لك الطبقة الدنيا هيزيد بعض العناصر فيها، تعرف على طول انه يقصد الأسرى. تمام؟ طبعا هيكون في أسرى كتير لما يكون في حروب، لو مفيش حروب مش هيبقى في أسرى. تمام؟ انه بقى في الاختيارات كده دولة ما كانتش بتعمل حروب، هي الدولة الأكادية، ما توسعتش وما عملتش حروب. انما البابلية الاولى غلط. اشورية طبعا ده فيها اسرى كتير، دول بيحاربوا ايه؟ ليل ونهار. البابلية الثانية غلط طبعا، بيحاربوا كتير. رقم 6: حصلت اللاعبة المصرية فريال أشرف على ميدالية ذهبية بأولمبياد طوكيو 2020 في ضوء العبارة حدد الأصل التاريخي لتلك الألعاب. مين بقى اللي عمل ألعاب أولمبية في التاريخ؟ مين؟ هي المدن الإغريقية. انما المصريه لا، عراقيه لا، فينيقيه لا. اطلع بقى فوق شويه كده. رقم 7: كان للطبيعه الجغرافيه اثر سلبي على حياتهم السياسيه. في ضوء ما درست حدد اي من الحضارات الاتيه تنطبق عليها العباره السابقه. مين بقى من الحضارات اللي كانت الطبيعه الجغرافيه ليها اثر سلبي عليهم؟
وخصوصا على الحياة السياسية انهم ما يعرفوش يعملوا وحدة. ما عملوش وحدة. مين بقى؟ الحضارة العراقية القديمة؟ لا طبعا. المصرية القديمة؟ لا طبعا، الاتنين شبه بعض، عراق ومصر شبه بعض. رومانية؟ لا طبعا. الفينيقية. وده بسبب ايه بقى؟ انهم كانوا بيعملوا المدن بتاعتهم في المواني عشان يشتغلوا بحرفة التجارة والنقل البحري، وبسبب كده ما فكروش في الوحدة. كل واحد بقى قاعد في المنطقة بتاعته مش عايز يعمل وحدة وبيفضل الأمن والأمان والاستقرار، فكده الطبيعة الجغرافية أثرت سلبا على حياتهم السياسية وما عملوش إيه؟ وحدة. نطلع فوق شوية. رقم 8 من الدروس المستفادة من دراسة التاريخ الحفاظ على مكتسبات الأجيال السابقة. حدد أي من الملوك العراقيين تعارضت أعماله مع العبارة السابقة. مين الملك العراقي اللي ما حافظ على مكتسبات الأجيال السابقة؟ حمورابي؟ لا. سرجون الأول؟ لا. نبوخذ نصر الثاني؟ لا. هو مين؟ سنحريب. ليه بقى عمل ايه سنحريب؟ دمر مدينة بابل، وفي نفس الوقت راح عمر مدينة نينوى. رقم 9 من خلال تحليل الرسم البياني المقابل حدد أي العائلات في إسبارتا يتم اختيار الملكين منهما. طيب واحدة واحدة كده، لو انت ما ذاكرتش لسه حضارة بلاد اليونان، كان في مدينة هناك اسمها إسبارتا، بيختاروا ملكين، والملكين اللي بيحكموا البلد بيكونوا من أكبر أسرتين في المدينة. فتروح بقى للرسم البياني كده، بيقول لك عدد أفراد أكبر عائلات مدينة إسبارتا. رسم بياني بيقول لك العائلات الكبيرة عندهم. تمام. أكبر عائلتين هي الأسرة الثالثة والأسرة الأولى، دول أكبر عيلتين في المدينة، فأكيد هيختاروا منهم الملكين اللي يحكموا المدينة. فتروح للاختيارات وتختار تالتة وأولى. أسرتين، الأولى والتانية غلط، التانية والتالتة غلط، الأولى والتالتة أيوة كده صح، الأسرتين الرابعة والتانية غلط. نطلع بقى فوق شوية. رقم 10 إذا افترضنا من خلال تحليل عدد سكان مدينة سبارتا إن فئة الذكور فيها 75%، ده كده كتير قوي، والربع بقى ستات، ماشي، ومنهم 12% لم يصلوا إلى سن 20 و4% فوق سن 60، فاستنتج من خلال التحليل السابق كم نسبة العسكريين بالجيش الإسبارتي. وركز بقى معايا قوي 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 عشان نحل بقى المعادلة والشغلانة دي. بيقولك الذكور في مدينة سبارتا 75%، جميل قوي. 12% منهم ما وصلوش سن 20، يعني مش هينفع يخشوا الجيش، وفي 4% فوق سن 60 برضو مش هيخشوا الجيش. يبقى كده عندنا 12 و4 يبقى 16% من الذكور مش هيخشوا الجيش، لأن الجيش في مدينة سبارتا بيلتحقوا بيه من سن 20 لحد ما يبقى عنده 60 سنة. فاللي قبل 20 وبعد 60 مش هيخشوا الجيش، ودول عددهم كام؟ 16%. اطرح بقى 16 من 75 يطلع لك كام؟ 60 غلط، 63 غلط. انا عارف اللي انت بقى هتقعد تحسب وتجيب آلة. بص هيطلع لك رقم 59%، دول بقى اللي هيخشوا جيش. تمام كده. 58 لا غلط. كده خلصنا الأسئلة الاختياري. خش لي بقى على المقالي والمشاوي والحلويات، ونبدأ بالسؤال ب. أجب عن الأسئلة الآتية. ماشي. رقم 1 ما الدروس المستفادة من سرعة سقوط الدولة الأشورية؟ إيه اللي أنت استفدته من سقوط الدولة الأشورية؟ هتقول مثلا عدم استخدام الشدة والاستبداد في الحكم، وحسن استغلال موارد البلاد. بس كده. نطلع بقى فوق سنة كده. رقم 2 اثبت بالدليل ان اقامة الفينيقيين لمستعمرة قرطاجة كان له تأثير ايجابي على الزراعة في قرطاجة وجيرانها. طيب واحدة واحدة. مدينة قرطاجة اللي استولى عليها الفينيقيين وعملوها محطة تجارية ليهم كانت فين؟ في شمال افريقيا. ايه بقى علاقة ده بالزراعة؟ فانت هتقول حيث ادخل الفينيقيون، ولازم تقول فينيقيون عشان هي فاعل مرفوع بالواو تقريبا، صح كده؟ عشان جمع مذكر سالم. والله الواحد خسارته ماشي. بص بقى، حيث ادخل الفينيقيون زراعة الرمان في شمال افريقيا، ومنها مدينة قرطاجة زي الفل كده.
رقم 3، اثبت صحة العبارة الآتية تاريخيا. افتقدت حضارة بلاد الرافدين بعض خصائص الحضارة مثل الأصالة والاستمرارية. ليه بقى افتقدوا للأصالة والاستمرارية؟ فأنت هتقول حيث أن بعض الحضارات العراقية القديمة أسسها شعوب هاجرت من شبه الجزيرة العربية، وبذلك افتقدت إلى الأصالة، لأنها لم تقوم على عقول أبنائها، ده قامت على عقول ناس جاية من شبه الجزيرة العربية أصلهم عربي. وكذلك انتهت الحضارة العراقية بتعرض العراق للاحتلال الأجنبي من الفرس، وبذلك افتقدت الاستمرارية. أول ما تعرضوا للاحتلال الأجنبي سقطت وانتهت الحضارة على طول، فكده مفيش استمرارية خالص. نطلع فوق شوية. رقم 4، ما رأيك في مصداقية هذه العبارة؟ مرت أثينا بعدة مراحل حتى وصلت إلى النظام الديمقراطي. إيه رأيك في الكلام ده؟ فهتقول عبارة صادقة أو صحيحة. ليه بقى؟ حيث مرت أثينا بالنظام الملكي ثم الأرستقراطي ثم الديمقراطي. بس كده. تعال بقى رقم 5، ما النتائج المترتبة على حروب البيلوبونيز 441 قبل الميلاد؟ ترتب على كده ايه؟ فانت هتقول ضعف المدن اليونانية ونجاح، يا نجاح عملت ليه كده، ونجاح الملك فيليب المقدوني بالسيطرة على المدن اليونانية وتوحيدها تحت رايته لمواجهة الفرس. بس كده، الحمد لله نكون خلصنا النموذج الأول. يلا بينا نقول بسم الله ونخش على النموذج الثاني ونبدأ بالأسئلة الاختياري. رقم 1، استنتج. سعى فيليب المقدوني إلى فرض سيطرته بالقوة على بلاد اليونان من أجل تحقيق مبدأ إيه؟ كان في ملك اسمه فيليب المقدوني، لسه حلينه من شوية في السؤال المقالي اللي فات، سيطر على بلاد اليونان ووحدها تحت رايته عشان يحقق مبدأ إيه؟ العدالة؟ لأ. العنصرية؟ لأ. الوحدة، يوحد البلاد، زي الملك بقى سرجون الأول والملك مينا أو نعرمر في مصر. التسامح؟ لأ، غلط. يلا بينا رقم 2، هناك علاقة بين صفات المعبود أذون عند الفينيقيين وأحد عوامل قيام الحضارات الآتية. افتكر بقى، الفينيقيين عندهم معبود اسمه أذون أو أدونيس، هو له اسمين يعني تقريبا، ده الدلع بتاعه أذون، تمام؟ ده بيمثل الطاقة المتجددة في الشمس بعد هزيمة الشتاء. الشمس بقى والدفى بتاعها بعد الشتاء ما بينتهي، لأن الشتاء عندهم في فينيقيا بيكون ساقع وفيه تلج، فبيعملوا عيد للشمس لما بتيجي. المهم، ده بيمثل أحد عوامل قيام الحضارات الآتية، وهي إيه؟ ثروات معدنية؟ غلط. أنهار؟ غلط. موقع جغرافي؟ غلط. إنما إيه؟ مناخ. نطلع فوق سنة. 3، استنتج. أي مما يأتي مثل العامل الأكبر أثرا في التواصل الحضاري بين الإغريق وبلاد الشرق؟ الإغريق اللي هم اليونان، إيه أكتر حاجة خلتهم يتواصلوا مع بلاد الشرق؟ فينيقيا بقى ومصر. هو الموقع البحري ليهم على البحر المتوسط، تمام؟ إنما الحدود لأ، غلط. تضاريس؟ غلط. مناخ؟ غلط. يلا بينا رقم 4، لو افترضنا إننا عثرنا على تمثال يشبه التمثال الموجود في الصورة، يقصد اللي هو ده، شبه بتاع توت عنخ آمون، ماشي،
في الصورة المقابلة في تلك المدينة المشار إليها في الخريطة، فذلك يدل على إيه؟ لقينا تمثال شبه ده كده بتاع توت عنخ آمون في المدينة اللي متشاور عليها دي اللي هي مدينة أوغريت. ده كده هيدل على إيه؟ إن في ناس جابت التمثال ده من مصر هنا وراحوا ودوه فين؟ في أوغريت. يعني كده حصل إيه؟ تعصب حضاري؟ غلط. أصالة حضارية؟ غلط. عزلة حضارية؟ غلط. حصل إيه؟ تواصل حضاري. بس كده. نطلع فوق شوية. يلا بينا رقم 5. اتجاه الفينيقيين للبحر وممارسة التجارة يرجع في المقام الأول إلى إيه؟ إيه اللي خلى الفينيقيين يروحوا ناحية البحر ويمارسوا تجارة؟ براعتهم في النشاط التجاري؟ لأ، في حاجة أساسية خلتهم يروحوا للبحر. هي إيه؟ الطبيعة الجغرافية، إن في جبال ناحية الشرق وكمان بحر ناحية الغرب، فلازم يتجهوا إلى فين؟ البحر. وقلة الموارد الاقتصادية مش كتيرة، فلازم يروحوا للبحر ويشتغلوا بالتجارة والصيد والنقل البحري. إنما جيم رغبتهم في التوسع الخارجي؟ لأ. زيادة مواردهم والعمل على تصريفها؟ لأ خالص، ما احنا لسه قايلين قلة موارد فمش هينفع زيادة هنا. رقم 6. التسويق هو مجموعة من عمليات البيع والشراء نقوم من خلالها باكتشاف رغبات العملاء وتطوير المنتج. في ضوء دراستك نجد أن الفينيقيين طبقوا المفهوم السابق من خلال استخدام عوامل إيه؟ واحدة واحدة. الفينيقيين كانوا شغالين بالتسويق اللي هو بيع وشراء. عشان يطوروا بقى عمليات البيع والشراء عملوا إيه؟ كتابة بالحروف اللي اسمها إيه؟ أبجدية. تمام؟ يعني كده ده يعتبر عوامل إيه؟ ثقافية. إنما دينية غلط، اجتماعية غلط، فنية غلط. نطلع بقى فوق شوية. يلا بينا رقم 7. أي من الخيارات الآتية يعد صحيحا بالنسبة لنهر الفرات في العراق ونهر النيل في مصر؟ افتكر بس حاجة كده، نهر الفرات ونهر دجلة بينحدر من الشمال إلى الجنوب كده، إنما نهر النيل في مصر بينحدر من الجنوب إلى الشمال رايح ناحية مصر كده. يعني الاتنين مختلفين في الاتجاه بتاعهم أو الانحدار بتاعهم. تمام. يلا بينا. ألف بقى، يصبان في نفس المصب؟ لا غلط. ينحدران عكس بعضهما؟ أيوة، الاتنين بينحدروا وبيتجهوا عكس بعض زي ما انت شايف الأسهم دي كده. إنما جيم ينبعان من نفس المكان؟ غلط. ينحدران في نفس الاتجاه؟ غلط. يلا بينا 8. نستدل من الموقع الجغرافي لكل من فينيقيا واليونان على إن الصناعة المشتركة الأكثر انتشارا هي صناعة إيه؟ طيب واحدة واحدة. فينيقيا واليونان الاتنين على البحر المتوسط، فكده هيصنعوا ايه هما الاتنين؟ سفن. بس كده. زيوت لأ، ملابس لأ، أسلحة لأ. 9. تعددت العواصم السياسية طوال التاريخ الحضاري لبلاد العراق القديم. في ضوء هذه العبارة أي من المدن العراقية الآتية تطابق دورها مع دور منف في مصر القديمة كأول عاصمة موحدة للعراق القديم؟ افتكر بلاد العراق القديم كانت متفرقة لحد ما جه الملك سرجون الأول ووحدها واتخذ مدينة ايه عاصمة؟ سمر؟ لا، مدينة ايه؟ أكاد، عشان الملك سرجون الأول كان في الدولة الأكادية، وده بيشبه دور مدينة منف في مصر. بابل؟ لا غلط. أشور؟ غلط. نطلع بقى فوق شوية. رقم 10. طبائع الاستبداد تنتهي للهاوية. أكيد طبعا طالما بيتكلم على الاستبداد يبقى هيقصد الدولة الأشورية. يمكن أن تنطبق هذه المقولة في بلاد العراق القديم على الدولة إيه زي ما قلت لك؟ سومرية غلط. بابلية غلط. لسه مغششك. أشورية. أكادية؟ لا غلط. خلصنا كده الأسئلة الاختياري، خش لي بقى على المقالي والمشاوي والحلويات. رقم 1. تنوعت العلاقات بين بلاد العراق القديمة وحضارة مصر القديمة في عصر الدولة الحديثة. دلل تاريخيا. ماشي. بص بقى، بس بيقولك ايه في الدولة الحديثة، فانت هتقول كان في علاقات ثقافية. تعمل نقطتين وتقول لنا استخدام الأختام في عهد الملك حور محب. بس كده. علاقات دينية. نقطتين. هتقول لنا انتقال عبادة عشتار من العراق إلى مصر في عهد الملك رمسيس الثاني. بس كده.
يلا بينا رقم 2. كانت التجارة الخارجية للفينيقيين خير شاهد على حسن استثمار مواردهم، وضح ذلك. ماشي، فانت هتقول حيث صدر الفينيقيون، ولازم تقول فينيقيون عشان هو فاعل مرفوع بالواو. والله جامد في النحو، مش قوي يعني. صدر الفينيقيون ايه بقى؟ نقطتين. هتقول لنا مواد خام، اخشاب ومعادن واصباغ أوروجوانية ومنسوجات دقيقة ومصنوعات معدنية وغيره. بس كده. رقم 3. دلل تاريخيا على صحة العبارة التالية: إن وجود الجيش المصري القديم في فينيقيا كان مرحبا به من قبل شعبها. يعني الفينيقيين كانوا بيرحبوا بالجيش المصري. ايه دليلك على كده؟ ماشي، هتقول حيث ساعد الفينيقيون، واخد بالك انت؟ فينيقيون فاعل، لا ساعد الفينيقيون المصريون، لا مصريين بقى، في معركة مجدو في عهد الملك تحتمس الثالث للقضاء على أعداء الملك. بس كده. رقم 4. لعب المعبد دورا مهما في النواحي المختلفة لبلاد العراق قديما، وضح ذلك. يعني هتقول لنا ايه أدوار المعبد في العراق؟ هتقول لنا إقامة الشعائر الدينية وتعليم الناس وحفظ السجلات والعقود وتتويج الملك. بس كده. نطلع فوق سنة. رقم 5. ما العلاقة بين بيركليس والتربية الإيجابية؟ بيركليس ده كان حاكم في مدينة أثينا. ايه العلاقة بينه وبين التربية الإيجابية؟ فانت هتقول حيث كان يرى بيركليس أن التربية الإيجابية هي السبيل لارتقاء شعب أثينا. بس كده. كده نكون خلصنا النموذج التاني. الحمد لله. شايف ان الموضوع سهل وبسيط وجميل ازاي؟ نقول بسم الله ونخش على النموذج التالت ونبدأ بالأسئلة الاختياري الجميلة. رقم 1. أي من ملوك الفراعنة المصريين مثل له العامل الاقتصادي دافعا هاما للتواصل مع مدن فينيقيا؟ مين الملوك المصريين اللي كانوا بيعملوا علاقات اقتصادية مع فينيقيا؟ ما عندكش غير 2. سنفرو، ماشي. منتحتب الثاني، لا غلط. رمسيس الثاني ومنمحات الاول، لا غلط. تحتمس الثالث ومنمحات الثالث، لا غلط. هو نخاو الثاني اللي قال للفينيقيين يلفوا حوالين قارة افريقيا، وسنفرو اللي بعت 40 سفينة يشتروا خشب الارز من فينيقيا. رقم 2. في ضوء ما درست وبالنظر للشكل المقابل نستخلص انه يمثل النظام السياسي فين؟ تروح بقى للشكل المقابل. بيقولك النظام السياسي الملك الأول وبيساعدوا بقى ناس مجلس شيوخ ومجلس نواب وكهنة. ده النظام السياسي فين؟ حضارة فرعونية؟ لا. عمورية؟ لا. ده الحضارة الفينيقية. وده نظام الحكم شبه الديمقراطي. حضارة عراقية؟ لا غلط. نطلع بقى فوق شوية كده. رقم 3. يقول البعض أقصى أهداف الحاسد زوال نعمة المحسود. يعني لو حد بيحسد حد فبيتمنى إيه؟ زوال النعمة من اللي بيحسده. على أي من ملوك العراق تنطبق هذه المقولة؟ مين؟ سرجون الثاني؟ لا. سنحاريب. ليه بقى سنحاريب؟ عمر مدينة نينوى وراح خرب مدينة بابل، دمرها. حمورابي؟ لا. نبوخذ نصر الثاني؟ لا غلط. نروح بقى لرقم 4. استنتج من خلال دراستك أي من الدول العراقية الآتية كان لها السبق في اتساع حدودها لتصل إلى البحر المتوسط. يعني أول حد من الدول العراقية اللي توسع ووصل إلى البحر المتوسط هي الدولة إيه؟ الدولة البابلية القديمة بتاعت الملك حمورابي.
دي أول حد في العراق يتوسع ويوصل للبحر المتوسط. إنما الأشورية لأ، دي التانية. السومرية لأ خالص ما توسعوش، والأكادية برضو غلط ما توسعوش. رقم 5، في ضوء دراستك للحضارة الفينيقية استنتج الدافع وراء اختراع الأبجدية الفينيقية كان دافعا إيه؟ الفينيقيين اخترعوا الأبجدية الفينيقية عشان يكون في وسيلة سريعة وسهلة يسجلوا بيها عمليات البيع والشراء بتاعتهم. يعني الدافع إيه؟ سياسيا غلط، اقتصاديا، حاجة تخدم البيع والشراء، التجارة. تعليميا لا غلط، فنيا لا غلط. نطلع بقى فوق شوية. رقم 6، إذا أردت أن تبني مجتمعا صالحا فأصلح أخلاق الأبناء ليصلحوا ما أفسدوا الآباء. تتماشى هذه العبارة مع فكر مين؟ طبعا اللي كان بيتكلم عن الأخلاق وقال لهم التربية الاجتماعية هو السبيل لارتقاء شعب أثينا هو مين؟ سولون غلط، بيركليس. الإسكندر لا خالص، فيليب الثاني غلط. رقم 7، تؤكد أسطورة الطوفان وقوانين حمورابي في العراق تأثر العراقيين بإيه؟ بص بقى، أسطورة الطوفان دي تخص الآلهة بتاعة العراق، وكمان قوانين حمورابي قال لهم إنه واخدها من إله الحكمة والعدل شمش. يبقى كده متأثرين بإيه؟ قوة عسكرية؟ لا، عقيدة دينية. أنشطة اقتصادية؟ لا غلط. السلطة السياسية؟ لا غلط. نطلع بقى فوق. رقم 8، من خلال دراسة الحياة السياسية في إسبرطة وضح ظهر مبدأ عدم الفصل بين السلطات عند مين؟ دور الرقباء الشعبيون. كان ليهم سلطات تنفيذية وكمان قضائية. كده مفيش فصل بين السلطات، سلطتين معاهم. انما تربية عسكرية لابنائها لا غلط. جمعية الاحياء ما كانش عندهم الكلام ده اصلا. دور مجلس الشيوخ لا طبعا. رقم 9، تحقق النضج السياسي في بلاد العراق القديم لأول مرة في تاريخها على يد الملك مين؟ طبعا الملك حمورابي لا، سيرجون الأول بتاع الدولة الأكادية. نبوخذ نصر الثاني لا طبعا. سنحريب لا طبعا. رقم 10، إحدى نتائج ظهور الديمقراطية في أثينا ارتفاع صوت إيه؟ بص بقى، لما ظهرت الديمقراطية في مدينة أثينا كتر بقى ظهور الفلاسفة والمفكرين وكمان المبدعين وكل الناس بقى اللي بتشغل دماغها. يعني كده ظهر صوت إيه؟ ارتفع صوت إيه كده؟ القوة؟ لأ. السلطة؟ لأ. الثروة؟ لأ. إنما صوت إيه؟ العقل. هو ده اللي يمشي مع الكلام اللي قلناه. نطلع بقى فوق كده. كده بقى خلصنا الأسئلة الاختياري، نخش بقى على المقالي والحلويات بتاعتنا. رقم 1، دلل تاريخيا. تشابهت استراتيجية الفينيقيين في الزراعة على المناطق الجبلية مع أحد الإبداعات المعمارية في بلاد العراق القديم. بص بقى، هو يقصد استراتيجية الفينيقيين يعني الطريقة بتاعت الزراعة عند الفينيقيين كانوا بيزرعوا على طريقة المدرجات فوق الجبال. ده شبه أحد الإبداعات المعمارية في العراق، يقصد طبعا حدائق بابل المعلقة. فاحنا عايزين بقى نكتب الكلام ده، فأنت هتقول حيث قام الفينيقيون بزراعة مدرجات الجبال وكذلك قام العراقيون ببناء حدائق بابل المعلقة. فالاتنين شبه بعض بس كده. رقم 2، ما وجه الشبه بين سقوط كل من الدولة الأكادية والدولة الكلدانية في العراق؟ نطلع فوق سنة كده. ايه وجه الشبه بين الاتنين؟ فانت هتقول حيث تولى الحكم ملوك ضعاف مما أدى إلى إضعاف البلاد وانهيارها. بس كده. رقم 3، ما العلاقة بين قرطاجة والفينيقيين؟ ايه العلاقة بين الاتنين؟ فانت هتقول حيث أن قرطاجة هي أحد المستوطنات التي أسسها الفينيقيون في حوض البحر المتوسط
بالقرب من مدينة تونس. بس كده. رقم 4 بيقول لنا اثبت بالدليل أن مظاهر الترفيه عند اليونان قديما ما زالت موجودة حتى الآن. ايه بقى المظاهر الترفيه عند اليونانيين؟ فانت هتقول حيث أقام اليونانيون مباريات رياضية واسعة النطاق تشترك فيها كل المدن اليونانية، وهي الألعاب الأولمبية، والتي ما زالت تقام حتى الآن وتشترك فيها معظم دول العالم. بس كده. رقم 5 يمكن أن نطلق على فيليب المقدوني والملك نعرمر والملك سرجون الأول إنهم اتبعوا في حكمهم مدرسة سياسية واحدة. وضح ذلك. بص بقى، الملك فيليب المقدوني ونعرمر وسرجون الأول مدرستهم السياسية الواحدة إيه؟ إنهم شايفين، تعال نكتبها. فأنت هتقول حيث رأوا أن السبيل لتقدم البلاد هو تحقيق الوحدة السياسية في البلاد. فعشان كده كل واحد منهم عمل وحدة في البلد بتاعته. فيليب المقدوني وحد بلاد اليونان، نعرمر وحد مصر، سرجون الأول وحد بلاد العراق القديم. بس كده الحمد لله نكون خلصنا ال3 نماذج بتوع كتاب الأضواء. يلا بينا نقول بسم الله ونخش على الاختبارين بتوع كتاب الامتحان، ونبدأ بالامتحان الأول. يلا بينا على الأسئلة الاختياري. أول حاجة يلا بينا. رقم 1 نستنتج من تحليل معطيات الصورة المقابلة إن وجه الاختلاف بين السومريين في العراق القديم والمصريين في العصر العتيق يتمثل في إيه؟ تبص هنا كده، دي صلاية الملك نعرمر موحد القطرين في مصر، يعني عمل وحدة. السومريين ما عملوش وحدة، يبقى كده الاختلاف بينهم في ايه؟ الابداع الفني؟ لا. الازدهار الثقافي؟ لا. النضج السياسي؟ ازدهار اقتصادي؟ لا غلط. نطلع فوق شوية. رقم 2 امامك رسم تكويني لحدائق بابل المعلقة، من خلاله نستنتج ان السبب في اتخاذها احدى عجائب الدنيا ال7 ايه؟ زي ما انت شايف في الصورة كده، حدائق بابل المعلقة جميلة جدا، شبه المدرجات. بص عاملة ازاي؟ مدرجات، وفوقيها نخل وزرع، عشان كده خلوها ايه؟ احدى عجائب الدنيا ال7. تمام؟ ده بسبب ايه بقى؟ المساهمة في زيادة الانتاج الزراعي؟ لا. ضخامة الاحجار المستخدمة في بنائها؟ لا مش احجار ضخمة. براعة ودقة تصميمها الهندسي، عشان كده خلوها احدى عجائب الدنيا ال7. اعمدتها الدورية المتأثرة بالحضارة المصرية؟ لا غلط. نطلع فوق سنة. رقم 3 يستبعد من العوامل التي أدت إلى سقوط الدويلات السومرية إيه؟ يعني في حاجة في الاختيارات ملهاش علاقة بسقوط الدويلات السومرية. إيه هي بقى؟ تعال ندور. ألف، افتقاد الدويلات المقومات الأساسية للزراعة؟ لا، ده هم أصلا عند النهر بتاع دجلة والفرات وبيزرعوا، فما عندهمش افتقاد لمقومات الزراعة. ده عندهم نهر وطينة يزرع. إنما الباقي بقى من أسباب سقوطهم. سعي الحكام لتحقيق مكاسب فردية؟ ده من أسباب السقوط. التأثر بتبعات الهجرات القادمة من الجنوب، يقصد طبعا الأكاديين اللي سيطروا عليهم لما ضعفوا. تمتع الدويلات بحدود طبيعية منيعة؟ لا طبعا، ده من أسباب السقوط إن ما عندهمش حدود طبيعية منيعة. إنما اللي هيتم استبعاده إنهم ما عندهمش مقومات الأساسية للزراعة؟ لا ده عندهم طبعا. تمام. رقم 4 تمثل أهم ما قدمه المثلث الحضاري في الشرق القديم لحفظ التراث الإنساني في إيه؟ طبعا يقصد المثلث الحضاري اللي هي حضارة العراق ومصر وفينيقيا، إن ال3 اخترعوا إيه؟ كتابة. والكتابة دي ساعدت في إيه؟ حفظ التراث الإنساني. الكتابة دي تعتبر إيه؟ صناعات حربية؟ غلط. إسهامات ثقافية.
صناعات معدنية غلط، إبداعات فنية غلط. يلا بينا على رقم 5. ساهم الفينيقيون خلال العصر الفرعوني المتأخر بمصر في إيه؟ يقصد طبعا عصر متأخر أو عصر النهضة، يعني أيام الملك نخاو الثاني. قال للفينيقيين تعالوا كده ولفوا حوالين قارة افريقيا، يعني يعملوا ايه بقى؟ توريد خشب الابانوس غلط، القضاء على اعداء الملك غلط، ظهور الاختام الملكية غلط، الكشوف الجغرافية، يكتشفوا اماكن الاسواق في قارة افريقيا. رقم 6. يتمثل القاسم المشترك بين حضارتي مدينة اثينا وفينيقيا في ايه؟ ايه المشترك بين اثينا وفينيقيا؟ الوصول للنضج السياسي؟ لا غلط، النشاط الاقتصادي. الاتنين موقعهم الجغرافي على البحر المتوسط، فيشتغلوا بحرفة ايه؟ تجارة. التطبيق الكامل للديمقراطية؟ لا. القوة العسكرية؟ لا. نطلع بقى فوق شوية. رقم 7. أي من المدن التالية تشابهت مع أشور في النزعة العسكرية؟ أشور اللي هي بتاعت الدولة الأشورية اللي بيقعدوا يحاربوا كتير. مين بقى من المدن شبهها؟ قبرص؟ لا. مقدونيا؟ لا. كريت؟ لا. مدينة سبارتا، التربية فيها عسكرية وبيعتبروا كل الناس عندهم جنود في الجيش، كله بيعرف يحارب، فطبعا شبه مين؟ أشور بالظبط. رقم 8. تعد أعمال هوميروس من أفضل ما أنتجته الحضارة الإغريقية لأنها إيه؟ بص بقى، الشاعر هوميروس كان بيكتب ملاحم. ملاحم يعني بتتكلم عن معارك وحروب. تمام؟ فنقدر نعتبر بقى أعمال هوميروس مرجعا لإيه بقى؟ مهمة للعلوم الإغريقية؟ لا، ما بيتكلمش على العلوم، غلط. سجلت تاريخ الفنون الإغريقية؟ لا، مش بيتكلم على الفنون. جيم. وثقت الأعمال العسكرية للإغريق؟ أيوة، كان بيتكلم عن المعارك والحروب بتاعة الإغريق. رسمت صورة صادقة للمجتمع الإغريقي؟ لا، ما بيتكلمش عن المجتمع. رقم 9. اتجه الفينيقيون إلى البحر لعدة أسباب، أهمها إيه؟ قلة المحاصيل الزراعية؟ لا غلط. تدعيم وحدتهم السياسية؟ لا غلط، ما عملوش وحدة. جيم. معتقداتهم الدينية؟ لا غلط. دال. الطبيعة الجغرافية للبلاد، إن الجبال ناحية الشرق والبحر ناحية الغرب، فعملوا سفن. تمام. والسهول مالها ضيقة، فاتجهوا ناحية البحر طلبا للرزق. نطلع فوق. رقم 10. تشابهت الحضارة المصرية القديمة مع الحضارة العراقية القديمة في الكثير من السمات، إلا إنهما اختلفتا في إيه؟ إيه الحاجة المختلفة بين الحضارة المصرية والحضارة العراقية؟ الاعتقاد في البعث والخلود؟ لا غلط، الاتنين عندهم الكلام ده. الاعتقاد في الحساب بعد الموت. المصريين القدماء عندهم حساب بعد الموت، انما العراقيون موضوع الحساب عندهم غامض، ما نعرفش فيه حساب ولا لا، ما كتبوش. جيم. نحت الحيوانات المجنحة؟ لا غلط، الاتنين عملوها. ده استخدام الأختام، الاتنين استخدموها، غلط. رقم 11. تركزت دوافع مصر الفرعونية للسيطرة على الإقليم السوري واللبناني اللي هو فينيقيا، يعني حول تحقيق مكاسب إيه؟ طبعا عشان تحقيق الأمن القومي لمصر. ايه بقى اللي ينفع؟ دينية؟ غلط. اجتماعية؟ غلط. دوافع ايه؟ امنية. ثقافية؟ لا غلط. رقم 12. ادى موقع فينيقيا البحري المتوسط بين الشرق والغرب انهم يعملوا ايه؟ تكوين امبراطورية واسعة؟ لا غلط. اهمال الزراعة؟ لا غلط. التوسع نحو الشرق؟ لا غلط. انما يعملوا ايه؟ القيام بدور حضاري، انهم يكونوا وسيط حضاري، ينقلوا المؤثرات الحضارية من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق. كده خلصنا الاختياري، خش لي بقى على المقالي. يلا بينا. 13. ما العلاقة بين شبه الجزيرة العربية وحضارات بلاد العراق القديم؟ ايه العلاقة بين الاتنين؟ فانت هتقول خرجت هجرات من شبه الجزيرة العربية إلى بلاد العراق، ساهمت في نشأة عدة دول مثل الدولة الأكادية والآشورية والكلدانية، مما ساعد في تجدد دماء
الحضارة العراقية القديمة. بس كده. تعال بقى نحل رقم 14. فسر نجاح الملك نبوخذ نصر الثاني في تكوين امبراطورية قوية، ده بسبب ايه؟ بسبب ما عرف عنه من القوة والصلابة في الحكم والإدارة. بس كده. رقم 15. أصبحت الخدمة العسكرية دائمة في عهد الأشوريين. وضح كيف استفاد الملك سرجون الثاني من ذلك. فأنت هتقول حيث كون جيشا قويا استخدمه في بناء امبراطورية عظيمة. بس كده الحمد لله نكون خلصنا الاختبار الاول. نخش بقى على الاختبار الامتحان التاني. يعني ما الاختبار هو الامتحان يا جماعة. يلا بينا. اسئلة اختياري. رقم 1. كانت الالعاب الاولمبية من اهم المظاهر الحضارية لسكان بلاد الاغريق قديما، وكان اهم ما يميز تلك الالعاب انها ايه؟ بص بقى، الالعاب الاولمبية الهدف منها ترفيهي، وكمان كانوا بيعتقدوا يعني ان الالهة هي اللي عاملاها، فبتتجمع كل المدن اليونانية عشان يلعبوا ويشاركوا فيها وينبسطوا. فكده تعتبر ايه؟ مثالا للتواصل بين الاغريق والفينيقيين. لا طبعا غلط، مفيش فينيقيين. ب. جمعت بين المظهر الروحي حاجة دينية يعني والترفيهي، يلعبوا وينبسطوا. ايوه هي دي الاجابة الصح. انما ج. استمرت منذ ظهورها دون انقطاع. لا طبعا غلط. احد الاباطرة لما اعتنق المسيحية لغاها، قال لك دي تبع الآلهة الوثنيين، الغي الكلام ده. د. تشبهت بالرياضة المصرية القديمة. لا طبعا غلط، مفيش تشبه هنا. 2. أول من قام بنقل العراق القديم من نظام الإمارات المستقلة إلى الوحدة الإقليمية الوطنية هو الملك مين اللي عمل وحدة هناك؟ سرجون الأول بتاع الدولة الأكدية. حمورابي لأ، سرجون الثاني لأ، نبوخذ نصر الثاني لأ. تعالوا بقى نحل رقم 3. نستدل بملاحظة معطيات الصورتين التاليتين على ايه؟ الصورتين تمثال ابو الهول هنا وتمثال اشوري لثور مجنح هنا، ان الاتنين بيعملوا ايه؟ تماثيل راسها راس انسان زي ما انت شايف كده، وجسمها جسم حيوان. تمام؟ يبقى كده في تشابه في النقطة دي. تعال بقى ندور عليها. تشابه المعتقدات الدينية. لا غلط. تقديس الحيوانات. غلط. التأثير المتبادل بين الحضارتين. متأثرين في النقطة دي. د. الاهتمام بالنزعة العسكرية. لا طبعا غلط. نطلع فوق شوية. 4. أي من الدول العراقية الآتية كانت الأسبق في اتساع حدودها لتصل إلى البحر المتوسط؟ مين؟ طبعا أول دولة توسعت في بلاد العراق القديم الدويلات السومرية. لا غلط، ما توسعوش. الكلدانية. لا دي مش أول واحدة. الدولة البابلية القديمة بتاعت الملك حمورابي، دول أول ناس اتوسعوا. الدولة الأشورية لا. يبقى أول ناس اتوسعوا الدولة البابلية، تاني ناس الأشورية، تالت ناس الكلدانية. تمام كده. رقم 5. كان لمدينة جوبيل الفينيقية الفضل على العالم القديم والحديث لإسهاماتها إيه؟ إنهم عملوا أبجدية، كتابة بالحروف. دي تعتبر إسهامات إيه؟ عسكرية؟ لا. فنية؟ لا. صناعية؟ لا. إسهامات ثقافية هي دي. رقم 6. تعد بلاد الإغريق بمثابة المعلم والأستاذ لحضارات القارة الأوروبية بفضل إيه؟ بص بقى، بلاد الإغريق كان ليهم تواصل حضاري مع بلاد الشرق، ومن هنا بينقلوا بقى المؤثرات الحضارية من الشرق يودوا على أوروبا ناحية الغرب، فبكده بيعتبروهم هم الأستاذ والمعلم. تمام. يبقى بفضل ايه؟ اتساع امبراطوريتها. لا غلط. انتصاراتها العسكرية. غلط. التواصل الحضاري مع الشرق. بس كده. د. تأثير الدين في حضارتها. لا غلط. نطلع فوق. رقم 7. عمل كل من صولون وحمورابي على تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال ايه؟ انهم يعملوا قوانين. القوانين دي تعتبر ايه بقى؟ الاهتمام بالنواحي العسكرية. غلط. السعي لبناء امبراطورية. غلط. اصدار التشريعات الالزامية. ايوه دي اللي هي معناها قوانين. انما بناء نهضة زراعية. لا غلط. نطلع بقى فوق شوية كده. رقم 8.
يتضح بالاستعانة بمعطيات الخريطة التالية إن الحضارات العراقية القديمة جددت دمائها من خلال الهجرات القادمة من الجهات إيه؟ بص بقى، بلاد العراق القديم هنا أهي كانت بتجدد دمائها من خلال الهجرات اللي جاية منين؟ كده من شبه الجزيرة العربية. الاتجاه ده كده يعتبر جهات إيه؟ جهات جنوبية. غربية غلط، شمالية غلط، شرقية غلط. 9. الدولة الأكدية والدولة الأشورية والدولة البابلية الحديثة. يتمثل الرابط المشترك بين هذه الدول في إيه؟ بص بقى، الدول دي كلها جاية منين؟ من هنا. هاجروا واتجهوا شمالا كده، راحوا بلاد العراق القديم، عملوا دول هناك. يبقى كده بيتشابهوا في إيه؟ إيه الرابط المشترك بينهم؟ موقع العاصمة غلط. إيمان بالوحدانية؟ لا، ما كانش عندهم. أصل عرقي واحد، إنهم كلهم أصلهم عرب. نظام التجنيد؟ لا طبعا غلط. نطلع فوق. رقم 10. يعد أكثر العوامل تأثيرا في نشأة الحضارة الإغريقية إيه؟ أكتر حاجة تخليك تعمل حضارة هي إيه؟ تنوع مواردها الطبيعية. إنما تطبيق قواعد الديمقراطية؟ لا طبعا غلط. اتساع السهول الفيضية؟ غلط، ما كانش عندهم اتساع سهول أصلا. ظهور العلماء والفلاسفة بها؟ لا طبعا، ده مش الأساس. الأساس تنوع موارد طبيعية. رقم 11. جاءت تشريعات سولون موجهة ضد الطبقة الأرستقراطية، وظهر ذلك من خلال إيه؟ الطبقة الأرستقراطية اللي هي الناس الأغنياء، الطبقة الغنية الحاكمة في البلد. تشريعات سولون كانت موجهة ضدهم. فأنه نقطة؟ تشجيع العمل والإنتاج؟ لا. اقتصار الحقوق الانتخابية على الأحرار؟ لا. تحديد الإنفاق على الحفلات، قال لهم لازم تعملوا حد للإنفاق على الحفلات، حد أقصى، ما تقعدش بقى تصرف كتير والناس مش لاقية تاكل. تمام. توفير فرص عمل للعامة؟ ده طبعا غلط. نطلع فوق شوية. رقم 12. اختلفت المدن الإغريقية في العديد من نواحي الحياة إلا إنها اتفقت في إيه؟ إيه الحاجة اللي بتتفق فيها كل المدن الإغريقية؟ تطبيق النظم الديمقراطية؟ لا، الديمقراطية كانت في أثينا فقط. الحفاظ على التقاليد الإغريقية، كلهم التقاليد بتاعتهم واحدة، لغة واحدة، بيشتركوا في الألعاب الأولمبية، الآلهة بتاعتهم واحدة، الأفراح والأعياد بتاعتهم واحدة. كل ده بنقول عليه عادات وتقاليد إغريقية. إنما النزعة العسكرية في التربية غلط، ده كان في إسبارتا فقط. النظم الإدارية والسياسية؟ لا طبعا غلط. كده خلصنا الاختياري، نخش بقى على المقالي، يلا بينا. 13. ما تقييمك لحروب البيلوبونيز عام 441 قبل الميلاد؟ ايه تقييمك للكلام ده؟ فانت هتقول حيث ادت الى ضعف المدن اليونانية وسيطرة فيليب المقدوني عليها. فتقييمنا ايه بقى للموضوع ده كده؟ ان الحروب تؤدي الى ضعف البلاد وانهيارها. بس كده. رقم 14. ما العلاقة بين فينيقيا والثقافة الأوروبية الحديثة؟ فأنت هتقول حيث اخترع الفينيقيون الأبجدية وأخذها عنهم الإغريق وعدلوا فيها وورثها عنهم الرومان ونشروها في بقية أقطار أوروبا، ومنها ظهرت الأبجدية الأوروبية الحديثة. بس كده. تعال بقى نحل آخر سؤال. 15. حدد أوجه النقد لإيه؟ الكتابات التاريخية للمؤرخين الإغريق الأوائل. المؤرخين الإغريق الأوائل اللي هو زي هوميروس. تمام. إيه بقى النقد بتاعك؟ الحاجات اللي مش عاجباك في كتابتهم. فأنت هتقول حيث اعتمدوا في كتابتهم على شعر الملاحم
الذي يعتمد على الأسطورة والخيال والمبالغة وليس الحقائق. بس كده، بكده الحمد لله نكون خلصنا حل كل النماذج بتاعه مراجعه التاريخ على شهر فبراير. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الحلقه، وقول لي بقى حليت كام سؤال صح وكام سؤال غلط. والملف ده كله بتاع المراجعه هنزله لك على جروب الواتساب، هتلاقي الرابط بتاعه في صندوق الوصف تحت الفيديو، خش هناك وحمله. وبس كده اكون خلصت. اللي عنده اي سؤال او استفسار اكتبه في كومنت وهرد عليك ان شاء الله. وانتظروني الحلقه اللي جايه باذن الله. وكان معكم مستر محمد فتحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.